ممكن تعرف حضرتك؟ عائشة سالم، زوجة محمد مصطفى. ايه شعور حضرتك دلوقتي بعد ما سمعنا الافراج عن محمد مصطفى وزيزو عبده وممدوح ابو ادم وسيد منير؟ شعوري طبعا أسعد واحدة في الدنيا دلوقتي بعد ما سمعت الخبر. والحمد لله محمد يرجع لنا بسلامة تاني ليا أنا وعياله. تمام. ممكن حضرتك توجهي كلمة للقضاء؟ أنا بحترم القضاء جدا وبشكره إن هو قضاء عادل يعني وعدل النهارده في القضية، لأن الدايرة اتغيرت. كانت الدايرة اتغيرت، لكن الدايرة الأولانية كانت اللي كان بيحكم فيها كان إخوان، والحمد لله إنها اتغيرت. ممكن حضرتك توجهي كلمة للرئيس محمد مرسي؟ هقول له إن الشباب دول هم اللي ساندوك في حملتك، وإن أنت زمان قلت إن أنت هتقف جنب الشباب دول مش هتحبسهم. والشباب دي هم اللي وقفوا جنبك وادوك حريتك، زي ما هم ادوك حريتك يا ريت تديهم حريتهم وتخليهم يتكلموا ويعبروا عن رأيهم. ممكن حضرتك آخر كلمة ممكن توجهيها لجماعة الإخوان المسلمين؟ هو أنا من رأيي جماعة الإخوان المسلمين هم مرضى نفسيين يعني، لأن هم طلعوا من السجون في عهد مبارك كانوا مسجونين، وبعد ما طلعوا من السجون حبوا إن هم يطلعوا عقدهم علينا. بس إحنا يعني في مقولة مصرية بتقول إن اللي داق الظلم عمره ما يظلم. حضرتك ممكن تفسري ده بإيه؟ اللي هم ما خرجوش؟ هم مبادئهم واحدة طول عمرهم، مبادئهم واحدة ما بتتغيرش، وهم أساسا من البداية هم ظلمة وهم مرضى نفسيين. شكرا، وألف ألف مبروك على خروجنا.